وبكده اكون خلصت معاكم القوانص اللي بالفلفل والبصل. عملت جنبها شويه رز ابيض. وقلنا لو حابه انك انت تغمسيها مش هتحطي فيها صوص، انما لو هتعملي معاها رز ابيض كتري فيها الصوص زي ما قلنا. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. يا رب كل حاجه انا اكون بعملها بفيد بيها الناس. ولو مش هتعمليها النهارده اعمليها فكره غدوه لبكره. بألف هنا وشفا. يلا نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة أكل على الماشي. هعمل معاكم قوانص بالخضار اللي انتوا شايفينه ده. كمية الخضار والألوانات دي بتعزز معانا المناعة، واحنا داخلين على رمضان ومحتاجين ان احنا مناعتنا تبقى عالية. طبعا اللي عايز يعمل القوانص بالطريقة دي، الطريقة دي خفيفة جدا وهتعجبكم جدا وهتعتمدوها ان شاء الله. انا جبت القوانص غسلتها غسلة كويسة جدا ونقعتها شوية في حبة مية وملح عشان تطلع كل الزفرة اللي هي فيها. حطيتها طبعا في قلب حلة بالشكل ده وسلقتها. معلش المقطع بتاع ان انا بسلق القوانص اتقطع مني، بس اكيد طبعا الناس كلها بتعرف تسلق الشيء يعني. فحطيت القوانص بالشكل ده. فالقوانص نزلت كمية سمنة غير طبيعية. بص المنظر عامل ازاي، كمية سمنة رهيبة. فاللي بتعمل رجيم او مش عايزة يبقى فيها في جسمها نسبة من الدهون العالية تعمل الطريقة دي، هتعجبها جدا صدقوني. فالاكل هتبقى على الماشي النهاردة على طول. هقطع معاكم القوانص كده من بعد ما تتسلق، يعني سليق كامل او 3/4 سليق مش مشكلة، واقطعها معاكم بالشكل ده. وقطعت معايا بصل وفلفل الوان، 3 الوانات. طبعا كل ما بدخل زي ما قلت لكم الالوانات في قلب الاكله بتاعتي كل ما بعزز المناعه. هكمل هنا معاكم تقطيع القوانص وارجع لكم تاني. هنا حطيت معلقه من الزبده وحبه ملح. هتقولوا لي انت بتقللي الدهون، هقول لكم الزبده ما فيهاش اي مشكله خالص على الصحه. المشكله في الزيوت المهدرجه والسمنه المهدرجه، هي دي اللي غلط على الصحه. انا حطيت هنا معلقه زبده وحطيت معاها نص معلقه ملح، وهنزل بالبصل بتاعي بالشكل ده ياخد بس تشويحه واحده. بعد ما البصل اخد تشويحه معايا كده هنزل بالفلفل الالوان اللي عندي بالشكل ده، وبرده هخليه يدبل سنه بسيطه، ما خليهوش يموت خالص، يعني ما خليهوش يدبل قوي، هي تشويحه واحده وبس. هنا خلاص خدت معايا تشويحه كده. ابتدي بقى ايه، املح الخضار ده. اي حاجه تعملي فيها خضار لازم تملحيها من قبل ما تحطي عليها الشيء اللي هتحطيه. انا عندي هنا جبت معلقه ملح ومعلقه فلفل صغيرين طبعا، معلقه من الكزبره الناشفه ومعلقه من الكمون، وهملح بيها الخضار بالشكل ده، واقلبهم برده تقلبتين علشان الخضار يتملح كويس. هجيب طبعا القوانص بتاعتي اللي انا سلقتها وقطعتها وطلعت منها الكميه بتاعه السوائل كلها بتاعه الدهون، وهحطها على الخضار بالشكل ده. وكده بتبقى ابسط اكله عندي ممكن اعملها. هشوح فيها تشويحتين 3 علشان كل حاجه تدخل في بعضها، يعني ياخدوا ويدوا كده بشكل ودي بالشكل ده. والله عايزه تاكليها كده من غير صوص، بتتاكل عادي بالعيش، وممكن كمان تعمليها سندوتشات. اما لو بتحبي فيها الصوص هنعمل كالاتي. عارفين الحاجه اللي نزلت منها او الدهون اللي نزلت منها ممكن تاخدي منها حبه بسيطه جدا، مش كلها طبعا.
وبكده نكون اديناها تقلبتين. عندي هنا الدهون اللي طلعت من قلب القوانص، هحاول احط منها شويه كده بسيطه، مش هحطها كلها، احنا بنقلل على قد ما بنقدر، غير اللي بتعمل القوانص بكميه الدهون اللي موجوده فيها. احنا كده بنقلل مخاطر الدهن اللي في قلب القوانص او السمين نفسه اللي بتبقى محاطه بالقناصه نفسها كده. وبتملحيها حسب الرغبه عندك لحد ما بتاخد معاكي غلوه واحده بس. مسافه ما تغلي غلوه واحده بتطفي عليها على طول. خلاص هنا خدت معايا غلوه كده، هبتدي اعمل ايه بقى. دقتها وشفت الحدق بتاعها، لقيتها ناقصه ملح شويه، لان احنا حطينا الملح بتاعنا والبهارات على قد بس الخضار اللي كان موجود. فحطيت معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره الناشفه، وعندي هنا قالب ماجي اختياري لو حابه، ونطره بس كده من الفلفل الاسمر عشان الزفاره، هي ما فيهاش زفاره ولا حاجه بس برضو تحسن. وهنزل بيهم كده على وش الصينيه. هخلي بس دي تدوب، تاخد كمان غلوه علشان بس قالب الماجي معايا يدوب. طبعا زي ما قلت لكم الماجي اختياري، مش عايزين مفيش اي مشكله خالص، بس انا بحب طعمه قوي في قلب الاكل بتاعي بالشكل ده. واسيبه بس يغلي كمان غلوه وارجع لكم. طبعا خلاص هي كده استوت، هي كانت بالفعل مستويه بس خدت طبعا غلوه كده مع الخضار اللي احنا حطيناه. خلاص هطفي عليها ونقدمها سوا.